نفسنا نعمل حاجة صحية ويكون طعمها حلو. هنعمل البسكوت بتاع النهاردة بسكوت خالي من الجلوتين من غير أي مواد دهنية ولا أي دقيق، ومكونات طبيعية وطعمها حلو جدا. كان عندي تفاحة وزنها 200 جرام، كمان نص كوباية كده من المية. هناخد التفاحة دي وهنغليها على النار كده غليان بسيط لمدة تقريبا 5 دقايق. جبت كمان معلقتين كبار من بذر الكتان وربع كوباية من السمسم، أخدتهم وبعد كده هضربهم كده في الكبة او في المطحنة، اي حاجة. المهم هتطحنوهم طحن يعني شبه ناعم. بعد كده بقوا جاهزين معايا، هركنهم على جنب وهبدأ اجيب الطبق اللي هجمع فيه المكونات بتاعتي. هحط بقى دلوقتي التفاحة، طبعا ما اتهرستش كده هرس جامد. وهحط كمان نص كوباية من الزبيب، استعملوا عندكم اي نوع زبيب متوفر. وكمان معلقة صغيرة جدا من الفانيليا وربع معلقة من القرفة. الحاجات دي كلها ليها فوائد حلوة جدا. اخدت المكونات دي وضربتها كده في الخلاط ضرب ناعم قوي. القوام هيبقى كريمي كده زي ما انتوا شايفين، مفهوش اي حاجة. هنجيب بقى دلوقتي زيت جوز هند، والزيت ده يعني مفيد جدا جدا للناس طبعا اللي عارفة فوائده. هحط منه كده حوالي 3 معالق كبار من زيت جوز الهند، ومينفعش ان احنا نستبدله بزيت زيتون. هنحط بقى دلوقتي بذر الكتان وكمان السمسم اللي كنت طحناهم وكوباية ونص من جوز الهند. هاخد الخليط ده كده وذرة ملح صغيرة. هنبدأ نخلط الخليط بتاعنا ده كويس جدا جدا ونقلبه كده. هيبقى عندنا شبه عجينة يعني ملزقة حاجة بسيطة قوي. فانا هدهن ايدي دهنة مية بسيطة قوي وانا بشكل كرات البسكوت بتاعتنا دي. هكون مشغلة الفرن بتاعي على درجة حرارة 160 او 170 كده. هحط الصاج بتاعي بعد ما اشكله كله، بس هدهن الصاج بتاعي دهنة زيت، او حتى هنحط ورق زبدة زي ما انتوا عايزين. هنحط البسكوتات بتاعتنا جنب، يعني هنسيب مسافات بسيطة جدا، وهنحطها بقى في الفرن على الرف التاني. وهسيبها في الفرن حوالي تلت ساعة او 15 دقيقة، هتبقى جاهزة معانا والريحة هتبقى جميلة جدا جدا. طبعا علشان هي ما فيهاش اي سكريات، فانا هديها كده تسكيرة بسيطة قوي من جناش الشوكولاتة، بس تكون شوكولاتة صحية. طبعا لو عايزين تستعملوا اي حاجة تسكروها بيها، ممكن دبس التمر او ممكن كمان عسل ابيض. وزينتها طبعا كده بسوداني، كنت عاملاه فستق يعني. وبس كده البسكوت بتاعنا بقى جاهز معانا. طعمه حلو جدا وريحته كمان، خصوصا هيعجب قوي قوي الناس اللي بتحب الحاجة مش مسكرة قوي، وكمان الناس اللي عاملة دايت. ان شاء الله تجربوه ويعجبكم.